السلام عليكم خوتي خواتاتي والناس العزاز. كنتمنى لكم نهار سعيد ان شاء الله. تنقول لكم مرحبا والف مرحبا من جديد، المتابعين القدام دياولي وحتى المتابعين الجدد تنقول لكم مرحبا والف مرحبا. اليوم غنشارك معكم السفه مدفونه بالدجاج اللي كتجي اكثر من رائعه وبطريقه مبسطه. نبداو على بركه الله. غادي نحتاج لواحد نص كيلو ديال السفه رقيقه كيف ما كتشوفوا. بالنسبه للمبتدئات اللي ما تعرفوهاش، هي هذه اللي كتكون شعره، اما ديال العبار واما ديال البكيه. صافي غادي نفرغها في القصعه كيف ما كتشوفوا. صافي وغادي نكب عليها نص كاس ديال الزيت، زيت المائده بطبيعه الحال. وغادي نبداو نلبسو مزيان ديك السفه ديالنا بديك الزويته، مزيان مزيان حبه حبه كيف ما تنقولوا. ضروري البنات ما نلبسوها مزيان، لان هاد المرحله مهمه بالنسبه للتفوار ديال الشعريه. صافي دابا ساليتها، لبستها مزيان بديك الزويته اللي درت ليها، وغادي نخليها جانبا على ما غلى ليا الماء في البرمه، وعاد غندوز نحضرها معكم. وفي هذا الاثناء غادي ندوز نحضر معكم الدجاج اللي غنحتاج واحد نص كيلو ديال الصدر ديال الدجاج، وواحد 3 ديال البصيلات متوسطين، وربيطه ديال القزبور معدنوس. غادي ناخذ البصيله غادي نقطعها طريفات رقاقين مزيان، اولا نهرشيهم في الهاشوار. ولكن في الهاشوار البنات ما نطحنوهمش حتى يوليو تيميهو، لا نخليهم شادين راسهم. صافي انا اكتفيت بالموس، غادي نقطعهم طريفات رقاقين مزيان. غادي نقطع البصيلات حتى نكملهم كاملين نرجع معكم. صافي دابا غادي ندوز ناخذ الكميله ديالي، غنوضع فيها داك الصدر ديال الدجاج اولا الفخيضات اللي بغيتو، اولا نص الدجاجه كل وحده واللي موجود عندها، وديك الربيطه ديال القزبور معدنوس والبصله اللي قطعت. وغندوز دابا ندير ليها العطريه اللي غادي نحتاج ليها. نص معلقه ديال السكينجبير، نص معلقه ديال الابزار بطبيعه الحال تكون صغيره، ونص معلقه ديال الخرقوم. وعندي هنايا نص معلقه ديال الملحه. نحاولوا ما نكثروش الملحه لان غتكون لاصوص ما غاديش تكون كثيره. وغنضيف هنايا واحد معلقه صغيره ديال السمن الحار بطبيعه الحال. وعندي هنايا نص كاس اللي ضفت ليه المكعب ديال الزعفران، اولا اللي عندها زعفران شعره ديرها. وغادي نضيف هنايا واحد نص كاس ما عامرش مخلط ما بين بلديه وروميه، وغادي نخلط كلشي مزيان حتى يتلبس ليا بديك التوابل. وغادي ندوز نوضعو دابا على النار ونخليه يتشحر. صافي غنخليه دابا حتى يتقلى ليا شويه من الجهه التحتانيه، وغادي ندوز نقلب عاوتاني من الجهه الثانيه. وكيف ما قلت لكم، اللي بغات دير الفخيضات، اللي بغات دير جنيوحات، اللي بغات دير الصدر، المهم ديروه مخلط، تيبقى لكم كامل الاختيار. صافي دابا راه تقلى هاد الطريفات ديال الدجاج تقلاو ليا كيف ما كتشوفوا. دابا غادي نضيف نص كاس ديال الماء، ما غاديش نكثر لان مازال ديك البصيله غادي تطلق الماء ديالها. وغادي نغطي عليها ونخليها طيب على خاطر خاطرها. صافي دابا غادي ندوز لديك السفه من بعد ما غلى ليا الماء. غادي نوضعها في الكسكاس. صافي وغادي نديرها على البرمه وغادي نخليها نص ساعه كامله حتى نشوفوا داك السفه ديالي، نشوفوها بانها بدات كتشوك. صافي ومره مره بطبيعه الحال غادي ندوز نحرك ديك البصيله كيف ما كتشوفوا، راه دغيا تيطيب. هانتوما صافي دابا داك الدجاج ديالي راه طاب، غادي ندوز نزولو من الكميله.
صافي وغنحيد حتى ديك الربيطه ديال القزبره معدنوس حتى هي نزولها. صافي وفي هاد الاثناء غندوز دابا نعسل هاد البصيله هادي، غندير واحد المعلقه كبيره ديال العسل، اولا بغيتو ديروا سنيده اولا سكر كلاصي، نتوما والذوق ديالكم. ندير واحد المعلقه صغيره ديال القرفه. صدقوني البنات الا قلت لكم بان هاد السفه مدفونه كتجي بحال راكم كتحضروا البسطيله ديال الدجاج، الريحه ديالها راه ما شاء الله. صافي غادي نخلي ما نخليش داك البصيله حتى تتوكح من الماء تماما، لا نخلي فيها واحد شويه. صافي كيف ما كتشوفوا دابا الدجاج كيف ما كتلاحظوا دابا راه فرتته مزيان. صافي وغنضيفوا على ديك البصيله وغادي نحركها غير واحد دقيقه وغادي نطفي عليها، غنخليها جانبا. السفه راه كطيب في جهه وانا تنحضر هاد الدجاج في جهه ودغيا تنسربيوها. صافي دابا غادي نطفي عليها وغندوز نحضر معكم الزبيب. عندي واحد الكميه اللي بغيتو نتومايا، غادي نسلقها وغادي نقسمها على جوج. النص غادي نديرو السفه والنص غادي نعسلو. صافي هاد النص اللي غادي نعسل غنضيف عليه واحد المعلقه صغيره ديال العسل وراس معلقه ديال القرفه. صافي ونخليه غير يبدا يتنفخ داك الزبيب نعرفوا بانه راه واجد. صافي دابا غادي نزولو من الكاسرونه وغندوزو دابا نحضرو كاوكاو اولا اللوز اللي بغيتو، اللي انا شريتو محمر. غنضيف ليه واحد المعلقه كبيره ديال السكر كلاصي، واحد المعلقه صغيره ديال القرفه اللي تيجي هاد الكاوكاو منسم رائع غزال البنات. صافي غادي نطحنو مزيان. صافي وغنديرو في هاد الزليفه تا هو وغنخليه جانبا. السفه كتفور وانا يديا في حاجه اخرى. صافي ها هي شوكات البنات. من بعد ما كتشوك السفه صافي راها واجده. غادي نكب عليها الماء طايب من البرمه وغادي نبدا نقلب فيها كيف ما كتشوفوا، وانا تنعاود نحطها في القصريه وتنقلب حتى كتلبس كلها بداك الماء طايب. ما تخافوش من هذه المرحله لان السفه راه مدهونه مزيان بالزيت. وداك الماء دابا البنات غادي نزولو من القصريه غنردو في البرمه. دابا من بعد ما تسقطر من الماء سخون غنكبو عليه مباشره الماء بارد، 2 كيسان حتى ل3 ديال الكيسان يكونوا باردين وانا تنحرك. هانتوما راه كتشوفوا الشعريه بانها راها ما تعجنات ما حتى حاجه. كيف ما تنقولوا تبارك الله راه حبه حبه. هانتوما دابا خليتها هنايا في القصريه حتى شربت داك الماء ديالها. صافي ولات مفركه. ودابا غندوز ندير ليها التفويره الثانيه. هانتوما كيف ما قلت لكم راه ما معجنه ما حتى حاجه، ما تخافوش منها حتى اللي عمرها ما دارت السفه. غادي غير تتبع الطريقه اللي وريتها وغادي تنجح معاها. اما تبارك الله اللي معلمين راه ما نخافش عليهم. صافي ملي غتفور التفويره الثانيه غادي نكب عليها غير 2 مغرفات ولا 3 ديال الماء طايب. صافي ونعاود نصفيها ونكب عليها ثاني واحد الكاس ديال الماء بارد. صافي كيف ما كتشوفوا ماشي بحال المرحله الاولى درنا الماء بزايد في الكسكاس. صافي 3 ديال المغرفات سخانين وكاس ما عامرش ديال الماء بارد في الاخير. صافي غنديرها حتى هي في القصريه ونخليها حتى تشرب مزيان. هانتوما راه معجنه ما حتى حاجه، راه كلشي على عينيكم. صافي دابا في التصفيره الثانيه غنضيف واحد المعلقه صغيره عامره ديال الملحه، واحد المعلقه كبيره ديال الزبده. انا ما تنضيف ثاني لا زيت لا والو، غير الزويته الاولانيه اللي درت هي اللي كنكتفي بها وكنضيف هاد المعلقه الكبيره ديال الزبده. صافي دابا غنخلي هادشي اللي في القصريه حتى يشرب الماء ديالو، عاد ندير التصفيره الثالثه.
صافي دابا هذه هي الفوره الاخيره، انا كنديرها 3 ديال الفورات، وراه كتجي تبارك الله ديك السفه، راه ما شاء الله. صافي وفي الاخير غنضيف داك شويه ديال الزبيب اللي خليت جانبا، غنديرو من الفوق وغنخليها حتى تفور واحد ربع ساعه، وغادي نزولها. التفويره الاولى نص ساعه، التفويره الثانيه ثلث ساعه ما كاملاش، والتفويره الثالثه ربع ساعه. صافي وتنحيدوها عاوتاني كيف ما كتشوفوا، وغادي نضيف واحد معلقه ونص ديال السكر كلاصي حتى لجوج، ومعلقه كبيره ديال الزبده. صافي وتنخدمها مزيان وغادي ندريسيوها. اسمحوا لي البنات الا كثرت عليكم في الهضره، ولكن راه بغيت نوصل لكم الطريقه الصحيحه باش تنجح معاكم من اول تجربه. صافي دابا غادي نجيب الطبق ديال التقديم، عندي هنايا داك السيركل ديال الكيك، وغنضيفو مباشره، غنوضعو مباشره على الطبق ديال التقديم. وغادي ندير الطبقه الاولى ديال السفه كيف ما كتشوفوا، راه سخونه. وداك الدجاج البنات تا هو راه سخنته، لان راه وجدناه قبل، راه غادي يكون برد، سخنته باش يجي الطبق ناكلوه سخون. صافي وغندير الطبقه الوسطانيه كلها ديال الدجاج، نحاولوا نديروا نديروهم متساويين، الجوانب كلهم يكونوا نفس التقاده. صافي دابا غندير الطبقه الاخيره ديال السفه. ها انتم البنات راه كتجي تبارك الله شهوه منها. تمنيتكم انكم ديروها وتجربوها، وتكتبوا لي في الكومونتيرات كيفاش جاتكم السفه اللي حضرت معكم النهار ديال اليوم، لا في الشكل لا في الشعريه ولا في المذاق. هانتوما كتجي تبارك الله طبقات، واللي بغات ديرها بطريقه تقليديه في القصريه، تيبقى لكم كامل الاختيار. صافي وغادي نزينها بداك الكاوكاو اللي طحنت معاكم. التزيين بطبيعة الحال تيبقى اختياري، كل وحدة والذوق ديالها. هذا هو الزيبه البنات اللي عسلت عاوتاني، تا هو غنضيفو تا هو نزين به الجوانب. وندير واحد شويه ديال لاكاجو اولا اللوز، اولا بلاش ما ديروا حتى شي حاجه. اللذه راه كاينه في الدجاج وفي الشعريه. صافي وغندير خطوط ديال القرفه. اما السكر كلاصي البنات صافي راه درناه مع كاوكاو، والسفه والسفه راه حتى هي درنا ليها سكر كلاصي، راه حلوه. ما نبالغوش في الحلاوه باش ناكلوها، نتمضقوا داك المذاق ديال الدجاج مع السفه. صافي تيبقى هذا هو الطبق البنات ديالي اللي بسيط. نتمنى انه ينال الرضا ديالكم، وما تنساوناش من الدعم ديالكم والاشتراك في القناه. وتنقول لكم مرحبا والف مرحبا، ومع السلامه الى فيديو قادم بحول الله.